النتائج. ينبغي أن نذهب إلى الأسباب. جذري ينبغي أن لا نعود إلى هذه المناكفات بين أبناء الشعب الواحد، أبناء الوطن الواحد، أبناء الدين الواحد. ودائم حتى لا تستغل بعض الاستفزازات من أجل إشعال نار الفتنة بين مواطني هذه المنطقة. وفي رأيي أن الأمر يتطلب حلول عاجلة، حلول على الأمد المتوسط، وحلول على الأمد البعيد. الحلول العاجلة هي ضمان الأمن لكل المواطنين باستخدام السلطة العمومية وبتطبيق القانون تطبيقا صارما. الحلول المتوسطة هي في العمل على إنشاء هيئات تتكفل بمعالجة هذه القضايا، وهذه الهيئات تكون مشتركة من الإخوة الإباضيين ومن الإخوة المالكيين. وأنا لا أقول بين الإباضيين، بين الأمازيغ وبين أقول بين الإخوة المالكيين والإخوة الإباضيين، لأن المشكل اللي موجود أحيانا هو مشكل عقاري، أحيانا هو مشكل استفزاز بين طفلين في مدرسة تنتج عنه عصبية. فبالتالي في أشياء تحل على الأمد المتوسط في قضايا العقار، في قضايا الإسكان، وفي العمل مستقبلا على الدمج الذي يضمن وحدة الشعب، ولا يتم ذلك إلا بالمصاهرة والحلول على الأمد البعيد هي تقتضي أن تخضع كل المؤسسات لسلطة الدولة لا غير، سواء كانت مدرسة أو مسجد أو شارع أو مصلحة عمومية. بالتالي نمنع كل ما يمكنه أن يشعل نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. طيب، انتقدت